السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون الصحة أحوالكم؟ طبعا لا تستغربوا اليوم الحلقة بالسطح. هواي يجوني ناس يقولوا لي انت ليش تصور بالبيت؟ ليش هذا المكان حلو؟ ليش ماكو عندك فتشين؟ يعني خلينا نكون واقعيين، وانا اصور لك بالشارع شو يقولون علي؟ ثانيا انا وحدي، يعني ماكو واحد يصورني. فالبيت شبيه يعني؟ اكو غير الغرف والهول والصالة والطرمة والمطبخ، وانا اصور لك. اخترت لك السطح، بعد شي تريد؟ وانا كيجي مذيع، وانا كيجي مقدم، ها؟ انا راح شو اسمه اجيب خلفيه خضراء بمرور الايام وادخلها ببرنامج، اخلي وراي فد خلفيه، اسوي لك خلفيه مال اخبار، اسوي لك اي شيء ببالك. يعني امسح الخلفيه اللي ورايا اخلي غير شيء، اوكي؟ ولا يهمك لا الضوء. هسه المهم احنا ما علينا بالمكان، انت ايش عليك بالمكان؟ انت اهم شيء دا اوصل لك الفكره، انا شريد، اهم شيء دا اوصل لك الكلام. لو بالمطبخ ايش عليك انت؟ المهم نفوت بصلب الموضوع. اليوم الحلقه اسمها البنات والنزاكه. البنات والنزاكه، تعرفون البنات وانه سوالفهن ونزاكتهن، يعني ما راح تتحدث بس عن النزاكه، راح شويه هم اكثر. فتابعوا الحلقه وياي. اول سالفه عند البنات مني طلعن، يعني من يروح نفد مول او يروح نفد معهد، بالمعهد يروحن او بالكليه، يشربن المي بالقصبه. لا وشي صح لي القصبه؟ اريد قصبه، ادري شو هو مي تشربي بقصبه وشنو؟ عصير هو لو شنو؟ بس اريد افتهم. مي هذا مي شربيه عادي، شرب فيش مستحيل. لا هيو بالبيت تشربه هيجي، باعوا هاي الصوره. ايش تشربه بالبيت؟ صدقوني. لا وهي مبطوحه. لا لو تشرب مدرسه من البوري، صدقوني هاي النزاكه بطليها. واكو نوع من البنات يسمون نوع الحامي. هذا النوع الحامي يكذب، يعني مثلا تطلع ويا صديقتها تقول، او معها تقول لصديقتها، تقول فلان يحبني وفلان اجى علي وما اعطيته رقمي، وفلان اراد يطلبني وانا رفضته. وهي صدقوني لو يخلون صورتها على باكيت السجاير كلها تبطل تدخين. طبعا انا ملاحظ ما في يوم سالت بنيه قلت لها شعرك طويل لو قصير؟ راسا تقول لي والله كان يوصل للركبه، كان شطوله، وهي لو تشوفوها بالحقيقه كان شعرها يشبه شعر سوكا العبيطه. اكو نوع من البنات يسمون البنات الطايشات، ما اعرف شو اسميهن يعني بصراحه. هذني يطلعن من بيتهن يروحون للكليه، يطلعن مخيات مكياج. اول ما يصعدن بالسياره، طبعا هي شايله عده بجنطه، شايله عده مال ما اعرف شنو بالوجه، مال باودر، على كريمات، على حمر، على كحل، على مسكارة، على مدري شنو. فتقعد تلغمط وجهها لحد ما توصل للكليه صار غير انسانه. وحتى لا كانت لابسه طويل، اول ما توصل هناك ما ادري يعني تقص التنوره ما اعرف شو يسوي. المهم لازم تصعد فوق الركبه. يعني على شنو يعني ضحكين على اهليك؟ لا لو تطلع من البيت لابسه حجاب ومن توصل ترفعه شويه تطلع شعرها. وشنو هو الحجاب؟ غير تسترين نفسك به؟ ها ليش تطلع شعرك؟ يعني شو استفاد؟ يلا شافوا وش الولد قالوا اوه حلوه، وبعدين هالسيارات لو حلوه جقمه والله تطلع العده بالسياره، لو بالحمامات مال الكليه تقول في ترك كذا يصبغ بروحه وده يسوي بالسياره. وجه له شنو هو ماكينه؟ ترى يعني اكو الغافلين يعني ما عليها التربيه، هم عبالهم ببتهم دا تسوي شيء صح مثل ما دا يشوفوها بالبيت، بس هي بنت تطلع لا غير شيء. فيعني لا تحكم على مثلا تشوف وحده مو زينه وواحد مو زين تقول له انت اهلك ما مربيك. لا اكو اهل مربين، بس يعني الاولاد شلون يصيرون منحرفين. طبعا اللي مخبرني بالبنات حواجبهن كل سنه ينزل موديل، ساعه 8. هسه بعد شايفين هسه حاجب ريانه، شفتوا الجديد؟ هذا هالثخنه هسه، والتقليد عليها نازل. هسه بعد كم يوم يقلدوها. والله اذا قلدتنها اقلب الدنيا. ما حلو والله ما حلو. شوفوها حلو يعني والله تسوى كل شيء تقلد. يعني على حكيكم اذا تقلدون هاي حتى شغل الحفافات يوقف. اي ويقولوا بالمثل لو كانت المرأة احلى من الرجل لما صنعوا لها مكياج.
اكو بنات كاتلاتني على اساس هن رياضيات شنو؟ لا كيمياء، على اساس هن يعني يحبن الطوبه ويشجعن فلان، وكاتلاتني ببرشا والريال وحاطه صور لازمه طوبه لو قاعد تلعب طوبه ومغوشه طبعا، وتشوفون يعني وحده رياضيه والعب طوبه ومتابعه، وهي صدقوني رقم ميسي ما تعرفه، يعني تلقاه برشلونه ورقم ميسي ما تعرفه. جابش على الطاوله انت، جابش على الطاوله، روح تعلمي فنون الطبخ، روحي تعلمي باكر عقبه الزوجين، رجلك شي يريد منك غدا، شو تقولي له؟ والله انا كنت ابغى برشلونه، ايش قد يحب من التفياك، هاك اسمه هذا مكانيس كمل، مكانيس ورغم ما على الهوسم راح اسجل، دوخني طبعا غير يولي تسمعون؟ عمل والدك روح. طب ايوه تبي تفوت له فرعي بالنص، صار لك سنه الشارع فارغ، غير حظ علي. نرجع لموضوعنا. لا اكو بنات كتبن انا امراه اختلف عن جميع النساء. ادري بشنو تختلفين؟ عندك شوارب مثلا؟ والله يعني بشنو تختلفين؟ كل كان نفس الشيء، الله وكيلك. تعالوا نتخيل لو ماكو بنات، الاسواق هذا، الشوارع فارغه، ذنوب ماكو، كنا نفوت للجنه. شي يعني حلو. مرات بالفيسبوك اقلب القى بوست ناشرته فد قناه مشهوره او صفحه مشهوره، والقى واحد من التعليقات ولد كاتب تعليق كلش طويل وحلو بفد عبره ومعبر، ولا واحد معبره طبعا هذا الولد، والقى تعليق مال البنيه كاتبه ها والقى عليه يعني تقريبا 30 لايك و9 كومنت، 9 تعليقات، يعني كلها على مود قالت يعني صدق مجتمع هيك ما شايف؟ انا ما يقتلني غير الولد اللي يحكي ويا حبيبته بالليل. شو تقول له هي؟ تقول له دير بالك على نفسك. ادري هو وين رايح، بس تقول وين رايح يجاهد؟ وين يقاتل رايح؟ هو راح ينام، ما يسوي اللي في راسه وينام. لين تعالوا نشوف البنات ليش سموهن بهاي الاسماء. سموها فتاة لانها تفتي بجميع الامور، يعني تكذب. وسموها مدام لانها تداوم على طلعان الروح. وسموها مرأة لانها تمرر حياة الرجال. وسموها زوجة لانها تزج خشمها بكل شيء. تزج شنو؟ المهم اهم شيء الفكرة هي. طبعا بختام الحلقة كتبت لكم مقولة تقول للشباب، طبعا تقول امسح مكياج حبيبتك تلقى جاسم ابن عمتك. طبعا اذا عجبتكم الحلقه سووا لايك، واذا ما عجبتكم سووا ديسلايك. اتمنى تكون عجبتكم طبعا، واللي يحب يتواصل وياي يقدر يسالني سؤال على الاسك على هذا الحساب الظاهر يمكم، ويقدر يحكي وياي شخصيا على الكيك على هذا الحساب يضيفني، وتقدر هم تتواصل وياي تحكي وياي شخصيا على الفيسبوك هم على هذا الحساب، وتقدر تتواصل وياي على تسألني سؤال إذا عندك شيء عن الراب على صفحتي الخاصة جروب رابرية العراق، وعلى هذا الرابط. وأقول لكم باي باي.